اهلا بيكم في تاني حلقه من البودكاست. بما ان الحلقه اللي فاتت الحمد لله عجبتكم، فقررت اسجل على طول الحلقه التانيه، لان الموضوع النهارده مهم جدا ومهم جدا للبنات الصغيره. فعايزاكم تركزوا قوي في الحلقه وتقولوا لي ايه الافاده اللي ان شاء الله هتطلعوا منها. ويلا بينا بقى نتعرف على ضيفه الحلقه. اهلا بيكي. اهلا بيك يا نادي. انا نسمه، بشتغل بقالي 23 سنه. انا خريجه 2000. انا بشتغل مشرفه تمريض، معايا 3 ولاد. بس ال 23 سنه دول ما كانوش كلهم دايركت مع بعض. أوه. كان في فتره زمنيه كده اللي خدت فيها وقت رعايه الطفل، طبعا تقريبا نقول مثلا حوالي 5 سنين. انت قعدتي حوالي 5 سنين. مم. في الوقت ده انت كنت متقبلة ان انا في الوقت ده مش هينفع انزل الشغل غير لما اولادي يكبروا؟ انت في الوقت ده كنت حاسة ان ده دورك المفترض تقدميه؟ بصي، هو بصراحة يعني هو عشان ما كانش طفل واحد، ممكن يكون الموضوع فرق معايا. يعني أنا ما كانش عندي مساحة حتى أفتكر تفاصيل الشغل بصراحة. فما كانش فيه أصلا خالص فكرة إن أنا اشتقت للشغل أو تفاصيل الشغل وحشتني، أو اليوم مثلا معايا جوه البيت فاضي إن أنا أحس إن أنا عايزة أرجع شغلي. لا، ما كانش عندي وقت أصلا خالص. فالوقت كله كان ليهم. أول ما بدأت بقى يعني اصطدم بالواقع تاني ان انا ارجع اه. شغلي اه. وهم موجودين، دي بقى كانت اللي هي تعتبر كانت اهم وقت في حياتي في الشغل. لان الرفاهيه طبعا والشغل وانتي مش متجوزه ومعلكيش مسؤوليه، اللي هو انتي بتقضي يومك في الشغل، بترجعي البيت مش مسؤوله من حاجه غير ان انتي بتدوري مثلا على انك ترتاحي. في بالظبط. فرق كبير بقى ما بين ان انتي بترجعي من شغلك وعندك التزامات تانية خالص في البيت. انتي مقسومه نصين، ما بين هنا وما بين هنا. فبتحاولي على قد ما تقدري تعملي تكافؤ ما بين الاثنين، مسؤول عن الاثنين، عايزه تعملي توازن. عشان يعني ايه، بتحطي رولز كده تمشي عليها، تفاصيل كده معينه بتمشي عليها عشان تقدري توصلي للي انت عايزاه جوه البيت وبره البيت. لما رجعتي بقى للشغل مرة تانية، م. الوقت ده كانوا هم سنهم 5 سنين، قدرتي ازاي تتحملي العبء في البيت؟ طبعا ليه دور كبير جدا. طبعا. وغير كده الشغل قدرتي تظبطيها ازاي؟ بصي، هو كان صعب جدا عليا في الاول يعني، وكان ريسك كبير عليا. انا اللي عايزه اعمل ده وعايزه اعمل ده. فما كانش سهل، ما كانش سهل. وكنت ببقى حاسه ان انا ناقصني كتير وفي حاجات كتير واقعه مني بصراحه. يعني يرجع بقى ده ينعكس على اولادي وعلى مثلا زوجي، على كل حاجه جوه البيت. في ناس مش بتعرف تفصل. يعني في ناس بتبقى نازله من بيتها مضغوطه، متضايقه نفسيا، ايا كان بقى، من طفل، من زوج، من اي حاجه، من هموم الحياه بتاعتنا العاديه. بتوصل بيها الشغل ما بتعرفش تفصلها. يعني بتطلع الضغط اللي جواها في الاشخاص اللي بتتعامل معاهم في الشغل. هو ده اللي انا بقوله دايما، لان هي اصلا الدور فيه ضغط اصلا لوحده، يعني هو دور بالظبط. كفايه مم. قوي ان انا اقدر ان انا يعني اراعي طفلين في مم. السن زي ده. وكمان شغل البيت، مسؤوليات تانية، مسؤوليات الزوج طبعا، فكل ده حمل عليها. طبعا. فهي اصلا محتاجه حد يديها طاقه بصي، هي ودفعه دايما. في الوقت ده. اه. غير كده بقى بنيجي الشغل، مم. فده عبء تاني. مم. فده بيديكي ايحاء ان انت بتحاربي. مم. انت صح. انت بتحاربي في الوقت صح. ده. هي فعلا بتبقى مسؤولة عن حرب حقيقي، دي حقيقة. أي ست كده بتبقى منظمة حياتها وبتنزل بتقسم وقتها ما بين الشغل وما بين البيت. هي في صراع دايما على فكرة، وهي الوحيدة اللي مضغوطة. يعني هي أكتر حد مضغوط، حتى لو هي مقصرة في البيت أو مقصرة في شغلها. برضو الضغط عائد عليها هي. يعني هي اللي بتبقى زعلانة إن هي مش قايمة بأكمل وجه. ومش كل الناس على فكرة، في نوعيات ما بيفرقش معاها. يعني في ناس بتروح شغل اداء واجب، زي ما بقولك انا بشتغل علشان النهارده انا بشتغل، يومي محسوب وخلاص وقتهم خلص مثلا. وفي برضو نفس الستات انا مروحه دي طاقتي، وبتقول كده لزوجها بمعنى اصح: انا بشتغل، انا زيك، انا ليا مم. دور، انا مضغوطه، حس بيا، راعيني. في ناس بتعافر بمعنى اصح، بتبقى معافره ان هي تقوم بالدورين ده على اكمل وجه. العائد هنا بيرجع على مين؟ عليها هي. نفسيا بقى هي اللي مطحونه بمعنى اصح، طول الوقت بتحاول توفق ما بين البيت والشغل. بتحاول بكل طاقتها من جواها حتى لو مش ظاهر عليها. يعني في ناس بتبان ان هي كويسه جدا وشيك ومظهر ومنظر ومرتاحه وبتضحك وكل حاجه، لكن هي جواها صراع. انا طول اليوم بفكر، يعني وانا في شغلي بفكر لما اروح ايه اللي ما عملتهوش قبل ما انزل النهارده وما لحقتش اعمله وانا نازله مثلا الصبح متاخره، فلازم اقضيه قبل ما اروح، قبل ما انام بالليل. بفكر يا ترى ولادي عملوا ايه في المدرسه، يا ترى مين خلص هوم ورك. هي مقسومه ما بين اتنين. مقسومه بين اتنين طول الوقت.
وهي في بيتها لما بتروح بتفكر في شغلها اللي هتصحى عشانه الصبح تاني. وتضيف عليهم ان هي بتفكر في زوجها المفروض اللي جوه البيت، بتفكر في ولادها، بتفكر في الحياه اللي هتقابلها الصبح تاني، اللي هي المفروض مثلا بتبداها بدري جدا عشان تقدر توفر وجبات لاولادها قبل ما تنزل، ايا كان بقى بتاعه المدرسه بتاعه باقي اليوم. هي مكلفه بده. ما هي بقى هي بتشتغل بس محدش بيشيل من عليها اي مسؤوليه. مسؤوليتك هي مسؤوليتك حتى لو الزوج متعاون. انت مسؤوله من اكل وشرب ولبس وترتيب بيت وحياه ومتابعه ولادك وكل حاجه. وبرضو انت مسؤوله جدا في شغلك، ليكي دور محدش بيشيله عنك. فانت مقسومه ما بين الاتنين. يعني الست اللي قاعده في البيت دي يعني مثلا صاحيه النهارده تعبانه مصدعه، كاسلانه شويه مضغوطه، وهي على مخدتها لسه كده بتقول ايه، انا هنام شويه كمان مش هقوم، ولما اقوم ابقى اقضيها اي حاجه النهارده وهيعدي. لكن الست المسؤوله اللي عليها بقى حمل الشغل اصلا بتبدا بيومها قبل اي حاجه، وهي على مخدتها زيها بالظبط، وهي بتصحى ايا كان التعب اللي بيجي لها او ايا كان الصداع اللي هي صاحيه بيه او ايا كان نفسيا مش ما عندهاش قبول، مضطره غصب عنها تقوم. لازم تقوم. ليه؟ في حاجات كتير مستنياها. اولا مسؤوليتها في الشغل، الدور اللي مستنيها بتاعها بتاع الشغل ده موجود، مش هتعرف تتخلى عنه. يعني مش ما ينفعش تعتذر، ودي مش حاجه سهله ودي حقيقيه على فكره. ما ينفعش اعتذر النهارده ان انا مش نازله، لا. ولازم قبل ما انزل شغلي ارتب كل حاجه في بيتي. فالست اللي قاعده في البيت برضو عندها مساحه شويه، بجد دي حقيقه، ان هي حتى لو مضغوطه شويه وعدى عليها ساعه مضغوطه نفسيا ومتضايقه من ولادها ومن الصوت العالي ومن كتر مثلا تعب طول اليوم في شغل البيت، بعد الساعه دي هي بتفصل خلاص. بتلاقي البيت اترتب، الولاد هديوا، حد نام، خلاص يومي خلص، بتبدا يعني ايه ترتاح. لكن الست اللي بتشتغل زي ما بقولك كده لحد ما بتوصل للمرحله ان هي داخله تنام، هي غصب عنها، يمكن اتكلمت معاكي قبل الحلقه وقلت لك هي غصب عنها السنترال هنا المخ بيفصل خلاص، ما بتعرفش، ما عندهاش طاقه تانية، بتفصل. وده ممكن يخليها تأثر بنسبة كبيرة طبعا. مش في جانب واحد، لا، ممكن بالظبط. تأثر في شغلها وفي ويبقى البيت. الكفاءة أقل، اه. وفي البيت كمان. وفي البيت بيجي عليها وقت فعلا بتبقى حرفيا ما عندهاش طاقه لحد، مش عايزه تسمع جمله من ولادها. يعني مثلا ممكن يكون حد من ولادها جاي عايزه في حاجه مهمه، بس من كتر الاسترس اللي هي فيه وان هي قاعده تفكر هتقوم تعمل ايه قبل ما تنام علشان الصبح يخف العبء عليها شويه، تلاقيها حتى ما عندهاش طاقه تسمع يعني ابنها او بنتها. سيبني دلوقتي انا تعبانه انا مضغوطه. زوجها دي مرحله تانية بقى خالص. اعرف ناس كتير قوي على فكره بيتجاهلوا اصلا زوجهم. انا زيك، انا بشتغل، انا تعبانه زيك. وده اللي بيخلق المشاكل. ده بيخلق كوارث مش مشاكل. و... والست يعني ايا كان على فكره بتبقاش قادره ترضي كل الاطراف، الا طبعا من رحم ربي. يعني في فعلا نوعيه من الازواج بيبقى فعلا رحيم بيها، فبيبقى مقدر ان هي واصله لمرحله ما عندهاش طاقه حتى تتكلم، محتاجه فعلا تتساب ولو نص ساعه ما تتكلمش، تفصل كده كل حاجه حصلت معاها في اليوم. فده ما بيبقاش موجود كتير. انت مطلوب منك زي ما بقولك ان انت في دايره كده على طول، ما عندكيش حتى وقت تقولي انا تعبانه. انت بقالك 23 سنة شغالة. من وجهة نظرك ان الشغل مهم للبنات في سن صغير؟ شغل عبء ومسؤوليه، ومش موضوع ان انا نازله عشان اشتغل عشان اجيب فلوس، زي ما بنات كتير بتبقى عايزه السرعه، عايزه اخلص تعليمي بقى واشتغل واقبض وابقى ليا مرتب وابقى مسؤوله عن نفسي. دي بتبقى فكره جواهم بس شايفينها من بعيد. اللي يدخل جواه هل هيقدر يكون قد المسؤوليه دي ولا لا؟ حاجه تانية، البنات وهم لسه في سن الدراسه او في بيت بابا او الكلام ده كله، بتبقى بالنسبه لها ممكن تبقى بتفكر ان هي تطلع للشغل ده هروب من الحياه اللي هي عايشاها. عايزه اطلع بره، عايزه اشوف الناس، عايزه اتعامل، عايزه البس كل يوم ويبقى عندي وقت ويبقى عندي شغل ويبقى ليا كارير كده واقضي يومي مثلا زي الناس ما بتقضيه. بتبقى واخده الموضوع من الباب ده، من الواجهه دي. لكن هل هي هتبقى قد الشغل ولا لا؟ ما هو على حسب بقى الشغل ده ايه. انا عايزه انزل ويبقى عندي كارير لان انا بسمع كده، وده بقت الفكره المحيطه بينا. بالنسبه انا كبنوته انا عايزه اشتغل علشان احس ان انا موجوده. وده الاحساس اللي بيكون واصل لمعظم البنات، ان انا لما اشتغل عندي دور.
بننسى بقى ان في دور مهم جدا، وهو دور ان انا لازم اتعلم وادرس كويس قوي عشان اعرف اربي ولادي بعد كده. سؤال مهم جدا. انا ما كنتش باخد كلية او بدخل الجامعة عشان في الاخر اربي ولادي. النهارده الشغل مش سهل، يعني الشغل مش سهل. لما يكون في زوج وفي حد شايل المسؤوليه عنك ومش محتاجه طبعا حاجه، يعني او عايشه حياه كويسه زي ما بقولك. انا النهارده ايه المانع ان انا اربي ولادي؟ مفيش مشكله اربي ولادي وانا معايا شهاده. دي حاجه تخليني فخوره قدامهم ان انا معايا شهاده، انا مثال قدامكم، لازم تكملوا وتتعلموا. اللي بيصدر لنا طول الوقت لما اجي اتكلم عن نفسي وانا بشتغل، انا بتكلم عني انا، لكن ما بنسى ان دوري المهم هو ان انا بتعلم، ولازم اتعلم كويس قوي وافضل اتعلم علشان اقدر ان انا اربي ولادي. ان ده دور عظيم ودور كبير جدا، طبعا ودور محتاج طبعا ان انا طبعا. اتعلم وادرس واخد كورسات كمان علشان اقدر ان انا اطلع طبعا ولادي في افضل صورة، يفيدوا المجتمع، يطلعوا سويين اصلا. طبعا. هي دي رسالتك الحقيقيه اصلا في الحياه، مش الشغل. بالظبط كده. رسالتك هي ولادك، يعني زي ما بيقولوا كده اللي هتحوشيه لبكره هو ده. ولادك وتربيتهم وطباعهم واخلاقهم، واللي هتزرعيه فيهم هو ده الحصاد اللي جاي بتاعك. مش هتحصدي حاجه من شغلك زي ما هتحصديها من ولادك. لما تيجي بنوته تقول لي طب خلاص انا مادام هبقى ربة منزل وهقعد في البيت واربي الولاد، فخلاص مش محتاجه ان انا اتعلم، مش محتاجه ان انا اكمل دراسه اصلا. لا طبعا، هترجع تندم. التعليم يعني قصه ودور تاني خالص ملوش علاقه بالشغل. وفي ناس كتير بتسيب اصلا تعليمها وما بتكملش وترجع تحتاج للشغل، فبتقبل بحاجه يعني اقل حاجه ممكن تتعرض عليها تقبلها. ليه؟ احتاجت، جه عليها وقت مثلا وبقت محتاجه، جوزها مثلا توفى الله فجاه مثلا وبقت مسؤوله عن ولاد، انفصلت، اي حاجه ومعاها حمل ومعاها مسؤوليه ومعاها ولاد، هتروح فين في الوقت ده؟ هي معهاش اصلا اي مؤهل. بتدخل المكان بتتسأل عن اي مؤهل، ما عنديش. فبيديها اوبشن مش بتاعها، بيديها حاجه بقى اقل من اللي هي نازله تشتغل عليها، وبتقبل عشان تقدر مثلا تكمل وتواصل الحياه. فالتعليم ملهوش علاقه، مفيش بنت تربط تعليمها بالشغل اللي هي عايزه تشتغله فيما بعد. ممكن تشتغل تتعلم وتبقى ناجحه وجميله وتاخد شهاده كويسه جدا وربنا يكرمها بزوج كويس وما تشتغلش، بس هي مستواها التعليمي كويس، تقدر تطلع جيل، تقدر بالظبط. ولادها هيفتخروا بيها، يعني هتكون مثال ليهم. هو قبل ان هم يفتخروا بيها، لان دي حاجه لما يكبروا هيعملوها. أيوة. ان هي هتعرف تربيهم، تساعدهم، بالظبط. هتعرف تطلعهم افضل منها. انت بالظبط. محتاجه ان انت طول الوقت تثقفي اصلا نفسك، صح. تبقي عارفه يعني ايه تربي. طول الوقت الشركات بتصدر لنا اعلانات وكده ان الشغل ده حريه. انت كده بتاخدي جزء من حريتك، انت كده بتقدري انك تعتمدي على نفسك. هم في مصلحتهم ان انت تنزلي اصلا الشغل، يعني بتأثري بنسبه كبيره على سوق العمل. اي المديره هو عايز يدفع مرتبات قليله، فطبعا بالنسبه ليه البنات اللي لسه بتقبل. متخرجين وكده بتقبل. لكن الشاب عشان هو عنده التزامات تانية، عايز يتجوز وعايز يجيب شقه وعايز يجيب عايز شبكه، راتب اعلى، عايز راتب اعلى، لان هو ده شغله. هو مش هيكون مقسوم ما بين حاجتين، هو ده شغله، هو ده لاخر الشهر لازم يدفع منه ايجار وميه تفاصيله وكل كل تفاصيل التزاماته. حياته. أيوة. هو عايز يبني حياه كمان. فطول الوقت علشان بيتصدر لنا فكره ان لا انت لازم تنزلي الشغل، فخلاص البنات بقت كل تفكيرها ان الشغل ده حاجه جميله. بالظبط، وحريه. يعني انا باخد حريتي لما بنزل الشغل وبقدر ان انا اعتمد على نفسي. بالعكس، هي بتتأيد في الشغل على فكره، حتى لو خدت حريتها ونزلت من البيت هي مقيده جوه شغلها، عندك التزامات انت مسؤوله عنها. عشان كده بيقبلوا بمرتب يمكن اقل، يمكن ما يكلفوا، يعني هي محتاجه مرتب فوقيه اصلا بالزبط. عشان تجيب لبس بالزبط. وعلشان تقدر ان هي تنزل صح. كل يوم وتركب مواصلات طبعا. بالزبط. فهي انت محتاجه فلوس زياده. وده يمكن بيأثر بنسبه كبيره على سوق العمل. يعني انا بقابل في حياتي بلاقي بنوته متخرجه وشاب متخرج، هي بتشتغل وهو قاعد في البيت. بالظبط. وقت الامضاء، وقت الحضور الصبح في الشغل، انت ممكن تلاقي 30 واحده بنوته وست بيت واقفين بيتصارعوا على الامضاء،
وقصادهم 4 شباب او 5. الستات اكتر كتير والبنات اكتر. هو في شغلانات معينة المفترض ان الست تشتغلها، وفي شغلانات تانية هي بتغير من طبيعتها، هي مش لايقة معاها كست، هي بتحاول ان هي تعيش دور الراجل. فواحدة واحدة بتلاقي نفسها لا خلاص خدت دور الراجل بالفعل. بالفعل. دي حقيقة. كنت لسه النهارده بتكلم مع حد، لا انا ممكن اشتغل وكنت بشتغل، لما بطلع بره البيت انا بتعامل كده علشان طبعا لازم اتعامل كده مع بالظبط. زمايلي الرجاله، صح. ولازم ابين لهم ان انا راجل. زيهم صح، راجل فعلا. فده بيخليني اتعامل كده. لكن انا اول ما بفتح الباب بتاع البيت وبدخل انا خلاص برجع لانوثتي، بس ده صعب. في ناس ما صعب بتعرفش ترجع. جدا دي ان حقيقة. انت تعملي كل يوم ده صعب. أيوة هتلاقي نفسك من غير ما تحسي بتبقي بتتعاملي حد تاني، بتلاقي نفسك حد تاني. انا بتطبع بده فعلا، عايزه دايما اعيش دور ان انا قويه. في ناس، في نوعيات كتير اعرفها كده، من كتر ما هي بتبان قويه وقياديه جدا في شغلها وواقفه وصامده وواقفه بدور مثلا دور اداري، بتطبق ده في البيت. بتبقى عايزه تعمل ده في البيت مع اولادها ومع جوزها، وده بيبقى غير مقبول طبعا. يعني الزوج ما بيقبلش ده. انت مثلا صوتك يعلى في شغلك، انت تتحكمي في الناس في شغلك مش فيا. بيحصل وبيخلق مشاكل كتير. بيخلق انفصال كمان. ده بيرجع لطبيعه الشغل اللي هي بتشتغله، ان انا لو بشتغل ممرضه انا بطبطب على الناس والحالات الطبيعات، انا ما غيرتش من طبيعتي. ما هو ده بقى اللي خلق مشكله كبيره. ليه احنا كبنات او ستات ليه دايما بنقارن نفسنا بالرجاله وعايزين نقلدهم؟ انت دورك كست وبتربي ولادك وبتراعي ولادك، ده دورك، ده الاساس. والراجل اتخلق وربنا اداله دور اللي هو اللي بينزل الشغل والسعي بيسعى عشان يقدر يوفر لكم الحياه اللي انت تقدري تديريها بقى انت بتفاصيلك. ايه من وجهة نظرك الشغلانات اللي ينفع يعني انك تشجعي بنتك، لا دي اللي ينفع ان انت تشتغليها، دي اللي في المستقبل ممكن ما تأثرش على بيتك وولادك، بالعكس ده وما تبقاش مهينه ليكي في الوجه العام اصلا يعني. بالظبط. بقت مدرسه مثلا، ما فيش مشكله تشتغل في اي مكان هتقدر تدي فيه الرساله بتاعتها اللي هي تدرس. طبعا في بنات اللي ما بيكملوش تعليم او اللي بيبقوا كملوا تعليم بس مش لاقيين شغل، بقى مصنع مثلا، تقعد على مكنه خياطه، مصانع، في حاجات كتير، شركات بتشتغل فعلا شغل بتاع شباب. يعني هي فعلا بتقوم بالدور ده وبتشتغل شغل شباب، بس الشباب رافضاه، يعني شايفاه حمل عليهم ومش جايب ثمنه زي ما بيقولوا. فهي بتقوم بالدور ده وبتشتغل. هو المرتب اللي هيطلع له منه هو شايفه مش كفيل للتعب اللي هو هيبذله فيه. انا هرضى بالمرتب لان مسؤولياتي بتكون اقل. بالظبط. وبشوف ناس كتير على فكره كده بتشتغل فعلا وبتتعب، وتلاقيها بنوته لسه صغيره ومثلا وهي قاعده على مكنه، ايديها صوابعها كل حاجه فيها متاثره. احنا طبعا بنتكلم عن الشغل الرفاهيه، يعني في طبعا الناس بتقبل ان هي او هي مضطره ان هي تنزل شغل. هي لو توفر لها اصلا مساحه ان هي تقعد في البيت طبعا هي هتقعد، لكن هي مضطره ان هي تنزل. دي بقى الفئه دي بالذات اللي هي بتبقى مضطره لده، دي بقى اللي هي بجد المفروض وقت ما بتختار وبتبدا حياه وبتبدا بيت، دي اللي المفروض يعني تفكر كويس وتختار حد كويس يريحها من المكان اللي هو مش مكانها. يعني انا اختار حياه كويسه وشخص يوفر لي حياه كريمه محترمه متوسطه مقبوله، وما بقاش انا في المطحنه دي. انا مشرفه تمريض مثلا في مكاني وبروح وبتعامل مع مرضى ومع ناس، انا قابله ده كويس جدا والكارير بتاعي كويس، ايا كان بقى الدنيا مالت مني. انت بتروحي عدد ساعات قليله، عندك اجازه 3 ايام غير ال3 ايام التانيين. عندك وقت تقدري انك تراعي ولادك، عندك وقت ان انت تقعدي معاهم فتره طويله. فده متوفر في شغلانه مثلا، او ان انا اشتغل ممرضه، او ان انا اشتغل دكتوره، صح. او ان انا اشتغل مدرسه، او ان انا اشتغل من البيت. وده يعني ممكن يكون مناسب جدا مع البنات دلوقتي، ان هم يشتغلوا يتعلموا مهاره ويشتغلوا من البيت. في ناس كتير ما تعرفش تعمل ده. ما انا لما ابقى عارفه ان مثلا انت بنتك دلوقتي بسم الله ما شاء الله زي ما قلنا ان هي بتدرس، انا لما اوجه بنتي ان هي تتعلم برمجه، ان هي تتعلم مونتاج، صح، في سن صغير، هي بعد كده لما هتتجوز
طبعا هي هتمارس وهتعرف وهتبقى محترفة في المهنة دي، هتقدر ان هي تمارسها بعد كده من البيت، غير ان هي ممكن ما تتعرضش للحاجات اللي اي بنوتة ممكن تتعرض لها لما تنزل سوق العمل او تنزل تشتغل، من مضايقات، من مدير، صح. ممكن، صح. واكيد حضرتك عارفة يعني. كل التفاصيل اللي بتقابلها في الشارع برضو فعلا بتبقى البيت بالنسبة لها أحسن. شغلها من جوه البيت أكيد أكيد هيوفر عليها حاجات كتير، هيوفر عليها كمان على فكرة حاجات اقتصادية. يعني هي مش مضطرة كل يوم تقوم تغير هدومها وتلبس لبس مختلف عن اللي لبسته امبارح، أو تحط ميك اب أو أي حاجة، كل تفاصيلها مختلفة. يعني ممكن وهي بتشتغل جوه البيت هي مش بتنزل الشارع غير مثلا كل أسبوع مرة، غير ما تبقى مضطرة النهاردة أنا محتاجة أوفر كذا أنزل بيه بكرة الصبح. دي بتفرق. فهنا الموضوع هيبقى موفر معاها شويه. بتتحكم. يعني انا النهارده قمت ماليش مزاج اشتغل، بالظبط. تعبانه، مش هعمل حاجه النهارده. متضايقه نفسيا، مش قادره، خلاص انا ملك نفسي بالظبط. يعني، صح. مش مضطره ان انا مش انزل مضطره وانا انزل كل ده. لان انا لو ما نزلتش يعني هعمل خلل ورايا مثلا، هسيب مكاني فراغ ما حدش مثلا هيعرف يسده او هيعمل مشكله لزمايلي، فانا مضطره انزل. يعني انا غصب عني النهارده مضطره انزل. غير بقى اللي بتصحى زي ما انت بتقولي كده فعلا بتمارس شغلها من البيت وبتقوم انا مش قادره على ده دلوقتي، لا لما فوق وابقى كويسه هشتغل. النهارده ولادي محتاجيني، بالظبط. فخلاص. هلغي الجزئيه بتاعه الشغل دلوقتي لما اشوف اللي انا فيه واشوف مشكله ولادي مثلا واحلها واتابع، وبعدين اذا فاض مني وقت هشتغل من جوه البيت. طب فهي الفكره دي جميله حلوه جدا، في ناس كتير بتعملها دلوقتي. هو ده اللي المفترض، يعني من وجهة نظري ان ده المفترض ان احنا نزرعه في ولادنا. وجهة نظرك في إيه؟ مثلا انت بنتك كبرت وكانت بتشتغل قبل الجواز، تمام. وجي مثلا قال لها لا خلاص، جوزها يعني قال لها لا خلاص بقى في ولاد فتتفرغي لهم دلوقتي، انت هيبقى رأيك ايه؟ هتنصحيها بايه في الوقت ده؟ بصي انا هنصحها ما تتسرعش في القرار بصراحه، يعني لان احوال الدنيا بتتغير في لحظه. انا مثلا النهارده بشتغل وبقى ليا مكان، آه، ايا كان ايه هيقابلني مثلا في ظروف الحياه ان انا فجاه مثلا ايا كان، في ناس كتير بتنفصل، ناس كتير زوجها بيتوفى الله، اي حاجه بتلاقي نفسها واقفه في الدنيا وحيده. بعد ما كانت ممكن يكون كان ليها مكان وكان ليها شغل ومكان كويس، هي سابته واتجوزت وقبلت وعاشت، حصل شيء جديد في حياتها، تروح فين؟ هل تنزل النهارده تقبل بمكان في مصنع او في اي حاجه تجيب منها فلوس عشان تقدر تغطي احتياجاتها واحتياجات ولادها، ولا يكون عندها الباب اللي كان مفتوح لها وهي لسه في بدايه حياتها؟ ما هو ده بقى هيعتمد على الاختيار من الاول. بالظبط. برافو عليكي. انا بقى عايزه اوصلك للنقطه دي، ان الاختيار بيفرق. بتختاري حد كويس بتكملي معاه، ده بيفرق كتير في موضوع الشغل في حياتك. يعني انت لو اختيارك كويس وحد قد المسؤوليه وحد هتعتمدي عليه وهيشيل ظروف الحياه كلها معاكي، مش هتحتاجي في يوم من الايام انك مثلا كبنتي مثلا، هكلمك عن بنتي، لو هي مختاره حد كويس واخترنا مع بعض كده بصوت عالي حد يكون قد المسؤوليه، فانا مش هرفض. ليه لا؟ ليه ان هي ترتاح وتبقى عايشه حياه كويسه جوه بيتها، ما تتقابلش بحد، ما تحتكش مثلا بحد، مش مشكله، مش عيب. ما تتعرضش ما مثلا تتعرضش لسلبيات لاي حاجه. الشغل بالظبط اصلا. بالظبط بالظبط كده. وتعيش وتربي ولادها وتبقى انسانه كويسه وتربي اسره كويسه. يعني الوقت والطاقه اللي هتطلعه في الشغل ولادها اولى بيه. في حاجه كده دايما انا بقولها، ان دايما الست اللي بتشتغل ولادها بيدفعوا ضريبه. دي حقيقة موجودة ثابتة. الأم هي كل حاجة، كل حاجة. حتى لو الأب متواجد في البيت وموجود 24 ساعة، لا ماما هي كل حاجة. الكلام، القرب، التفتيش بمعنى طبعا أصح، كل حاجة. الام الأم هي اساس روح البيت، المجتمع، روح اساس البيت. المجتمع بالكامل، مش وبالنسبه لاولادها هي الحياه جوه البيت، هي بجد الروح في البيت حقيقي. يعني اي حد منا احنا كبار اهو، لما بتروحي مثلا عند مامتك في اي وقت ولا حاجه، لو ماما مش موجوده في البيت تلاقي نفسك زي الطفله انت بتدوري عليها، انت عايزاها فعلا جوه البيت وانت كبيره ومسؤوله ورايحه عندها مثلا باولادك، بس هي البيت معنى البيت نفسه هي الام. فالنهارده الست اللي بتشتغل دي ولادها بيدفعوا ضريبه، ضريبه بجد، ان هم الوقت بتاعها مهدور. وقتهم هم اللي المفروض هم احق حد بيه، هو فعلا مقسوم ما بين الشغل وما شغلها. بينهم. حتى لو هي بتحاول يعني تأدي واجبها وتوفر ده ليهم، برضو في حته واقعه. ولادي طبعا اولى كتير كتير بالوقت.
طب اخر سؤال، ويمكن دي اخر نقطة عشان عارفة ان انا اخرتك لا النهاردة. خالص يا حبيبتي. ايه الحاجات الاساسية كده اللي انت اتعلمتيها من 23 سنة؟ اول حاجه خالص طبعا يعني مش اي شخص تقدري تقربي، يعني ما بقصدش شخص راجل، في العموم اي شخصيه بتقابليها وانتي جوه الشغل هي ليها حدود معاكي، ده رقم واحد. الا بقى مع عمر كبير انت بتبني صداقه معينه بس مع وقت. الحاجه التانية طبعا تبقى حاطه في اعتبارها ان هي هتقابل سلبيات كتير، مش كل اللي واقف قدامي بيتعامل معايا في مجال الشغل. يعني في ناس بتقرب مني لاهداف تانية مش كويسه، وده برضو كتير جدا وموجود. مش كل حاجه صدقها. اتعلم دايما ان انا ابقى يعني في السيف سايد، في الامان، ما مساحة. اقربش من كل حاجه انا ما اعرفهاش. يعني الحاجه اللي بالنسبه لي غامضه لسه ما اعرفهاش ما احاولش اتدخل فيها، ما احاولش افتش جوه الناس، ما تحكميش على الناس اللي بعد العشره. بعد العشرة فعلا. مع الوقت ومع الزمن هتلاقي ان هي خدت فكره عن حد هو ما يستحقهاش، دي حقيقه، وحد تاني كانت خايفه منه طلع حد كويس. بس في العموم في العموم حاجه قاعده ثابته، خلي دايما بينك وبين الناس مساحه كده كافيه ان انت ما تتصدميش في حد. حتى مع اصدقائها او مع زمايلها البنات. بالظبط. ما هو في العموم اتعامل يعني بما يرضي الله، يعني ما تخليش علاقاتك يخش فيها الخوف والتوتر، ما تخافيش من الناس، بس سيبي مساحه كافيه، اتعاملي كويس جدا، بس سيبي دايما مساحه ما ترجعيش منها خسرانه. حدود في التعامل، يعني انا هنا مثلا ليا حته معينه اهزر فيها، في تكه تانية خلاص ما ينفعش اخرج عنها. صحتي، الصحة بقى اللي هو انا ما اديش فوق طاقتي واقول انا الجدعة قوي انا الشاطرة قوي، ده الناس بتعتاد عليه، بيبقى حق مكتسب. يعني انا مثلا عايزه اعمل كل حاجه بايديا، الشخصيه دي مش بتتعامل مش بتقوم مش بتتحرك، لا ما هو انا بعمل مش مهم سيبيها قاعده، انا كويسه انا بعمل انا هخلص كل حاجه. الناس هتحتسب ده عليكي ان هو حق مكتسب. ولما بتيجي توقفيه بتتلامي، بتلاقي ملامه بقى، لا ما هو انت اللي ما عملتيش، ليه هم شافوا ده واجب عليكي. انا اللي انت هتعمليه 10 انا هعمل منه 3 و4 وانت كملي الباقي وهيبقى حق مكتسب. فدايما خليكي في الحدود اللي ما تضغطيش على نفسك فيها لا نفسيا ولا جسمانيا. اختيار الشغل طبعا عليه يعني 3/4 الموضوع. ما افرحش كده باي حاجه واقول لقيت شغل كويس ده الحمد لله ان انا لقيت مكان يا ماما، ده هو ده انا نحمد ربنا ان هم قبلوني. لا، انت لو مش هتقدري هتبقي مضغوطه في المكان ومش مش شايفاه مش مكانك مش بتاعك مش لايق عليكي، او مش ده مختلف اللي عنك. في خيالك، او حاسه ان هو هيبقى ملود عليا كتير هيخليني مضغوطه، لا مش عايزاه، مش عايزاه، مش مشكله. مش هضحك عليكي بقول لك الماديات مش كل حاجه، لا طبعا اي حد النهارده نازل من بيته نازل عشان الماديات، هتحسبيها كويس اذا كان الموضوع هيبقى فارق معاكي وهيغطي احتياجاتك وهتكوني محققه منه حاجه، فكملي توكلي على الله وكملي. والنصيحة الأخيرة إن لو ربنا رزقها بابن الحلال بقى أو قابلت شخص كويس مناسب هيوفر لها حياة كويسة، ما تنشفش بقى دماغك كده تقول لا أنا مش هسيب الشغل يا أنا يا هو، يعني يا أنت يا شغلي. ممكن تخسري فرصة كويسة بسبب اللفظ ده على فكرة، ممكن تكون قابلتك فرصة كويسة ويقول لا خلاص طالما هي مش عايزة تسيب شغلها فخلاص، فانت تبقي فعلا خسرتي فرصة كويسة. ادرسي الموضوع كويس. بالظبط، بصي للموضوع من كل تفاصيله وما تستعجليش في قرار لا في الشغل ولا في الجواز. فلكل بنوتة بتشوفي الحلقة دي، احنا يعني مش ضد فكرة ان انت تنزلي وتشتغلي وانك يكون عندك كارير وانك يكون بتقدري انك تعتمدي على نفسك وتقدري ان انت تجيبي الحاجات اللي نفسك تجيبيها، اللي ممكن تكوني شايفة ان انت لو طلبتيها من باباكي او اخوكي او جوزك انت بتحمليه عبء تاني، او انا شايفه ان الظروف مش مستحمله ان انا اطلب الشيء ده، بالظبط صح. فبتنازل عنه برغم ان انا نفسي فيه. انت قدامك فرصه كبيره جدا ان انت تشتغلي من البيت، صح. انك يبقى عندك كارير برضو، انك ما تغيريش طبيعتك، انك تكوني زي ما انت، ما تتعرضيش لكل حاجه. حاولي على قد ما تقدروا من وانتوا صغيرين ان انتوا تطوروا مهاراتكم، ان انتوا تحاولوا ان انتوا تتعلموا حاجه تشتغلوا بيها من البيت بعد كده لما تتجوزي. مفيش راجل في الدنيا ممكن يقولك لا ما تشتغليش وانتي قاعده في بيتك، او لو هتنزلي عدد ساعات كافيه. فده رسالتنا من البودكاست ده، واهم حاجه رقم 1 ولادك وبيتك رقم صح. 1 حقيقي فعلا. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه النهارده، واشوفكم على خير يا رب. باي.